السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة. والنهاردة هنعمل حاجة حلوة، حاجة كده طعمها حلو قوي، حاجة كده بترطب في الصيف والحر، حاجة كده طعمها حلو قوي بالشوكولاتة. بس قبل كده أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل حاجة حلوة سهلة جدا وسريعة جدا، هتتعمل في 10 دقايق بالظبط، ومش هتاخد وقت، ولا هنولع الفرن، ولا هنستعمل أي حاجة صعبة خالص. حاجاتنا سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت، وهتتعمل بسرعة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده، الشكل جميل قوي والطعم كمان خطير. عملت كده شكل كبير وشكل صغير. ده الشكل الصغير بالشكل ده، وده الشكل الكبير. اي شكل انت تحبي تعمليه اعمليه. يلا نبدأ على طول. هنا معايا اللبن اللي هحط فيه المكونات بتاعتي، واللي هي 7 معالق من الكاكاو، 7 معالق من النشا، 7 معالق من السكر، يعني مكونات متساوية. معانا هنا الكاكاو، السكر، النشا، وهنحط كل المقادير على اللبن. هنا انا حطيت المكونات بتاعتي على البارد، ولسه ما ولعتش النار. حطيت كده الحلة على النار، لكن النار مش والعة. قبل ما هنولع النار هنحط المكونات بتاعتنا كده على البارد. حطيت هنا نص معلقة من القهوة سريعة الذوبان، اللي هي النسكافيه يعني. نص معلقة كده بتعلي الطعم شوية. هنقلب كل المكونات بتاعتنا بالشكل الحلو ده قبل ما نولع النار. لازم تتقلب كويس جدا علشان طبعا النشا ما تعملش تكتلات معانا، وتبقى عطياني القوام الكريمي الحلو ده اللي عامل زي الجيلي بالظبط. هنا خلاص كنت حطيتها على النار، وهقلب كويس قوي، ومش هشيل ايدي خالص منها الا لما اشيلها من على النار، علشان زي ما انتوا فاهمين النشا ما ينفعش خالص تتساب من غير ما نقلبها باستمرار. هنا حطيت القوالب بتاعتي اللي هعمل بيها الاشكال اللي انا عايزاها. معايا هنا الشكل الصغير ومعايا الشكل الكبير، وبدأت كده امسح مسحة من الزيت كده في كل قالب، مسحة صغنونة قوي من الزيت علشان ما تلزقش معايا. هنا هبدأ اصب الخليط بتاعي بالشكل ده، وكان لسه سخن. وبعد كده هجيب اي نوع بسكوت سادة، بس يكون سادة. اي نوع بسكوت تفضلي يكون سادة. وهرصه كده بالشكل الحلو ده جوه القالب بتاعي. وهنحط طبقة كمان من الشوكولاتة، يعني طبقة من البسكوت وطبقة من الشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده. طبعا الحاجة الحلوة دي مش محتاجة معانا الفرن، ولا محتاجة لدقيق، ولا محتاجة لأي حاجة صعبة. الموضوع سهل خالص معانا وبسيط، حاجة كده بترطب في الحر، حاجة كده باردة ولذيذة قوي. طبعا حطينا كمان طبقة من البسكوت بالشكل الحلو ده، وتاني هنحط طبقة من الخليط بتاعنا اللي هو اللبن بالشوكولاتة بالشكل الجميل ده اهو. طبعا مفيش اسهل من كده، حاجة سهلة قوي وحاجة طعمها لذيذ جدا. بالشكل ده عملنا القالب الكبير، وهنبدأ نعمل بقى الشكل الصغنون ده، وبنفس الطريقة هنعمل الشكل الصغير برضو. طبقة من الشوكولاتة باللبن، وطبقة من البسكوت بالشكل ده. طبعا الصنف بتاعنا صنف حلو قوي، وكمان بارد، بيتاكل كده بارد من التلاجة. بعد ما خلصنا هنحط الكيك بالشوكولاتة ده في التلاجة لمدة ساعتين 3 كده، لحد ما يتجمد خالص ويبقى
قوامه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده ومتماسك، يعني الاشكال بتاعتي كده متماسكة. هنا بعد ما خرجت من التلاجة حطيت عليها كده رشة من الكاكاو، ودي اختياري، لو مش عايزة تحطيها مفيش منها مشكلة، بس بتعلي الطعم شوية وبتخلي كمان الشكل حلو قوي. ده الصنف الحلو بتاعنا، كيك كده بالشوكولاتة بس طعمه حلو قوي وشكله كمان خطير. هنا كنا خلصنا الصنف الحلو بتاعنا بالشكل الحلو ده زي ما انتوا شايفين كده، صنف حلو بيرطب في الحر وشكله وطعمه حلو جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اوعوا تنسوا تحطوا لايك للفيديو.